اللي هو ما كنتش متخيل إن أنا لمّا هافاجئها بالهدية دي في عيد ميلادها، ألاقيها إن شكلها متغيّر خالص من غير makeup. إزيكم؟ أنا عملت مفاجأة لخطيبتي ورُحت لها ومعايا تورتة ومعايا هدية ليها، المشكلة إن أنا متعوّد عليها بشكلها بmakeup، وطبعًا أنا عملت لها المفاجأة دي من غير ما تعرف إن أنا جاي لها. أول ما شُفتها من غير makeup اتقفلت منها قفلة السنين. مش هي دي الإنسان اللي أنا حبيتها واتقدمت لها وخطبتها، لدرجة إن أنا ما كنتش طايق إن أنا أكمّل المفاجأة بتاعة عيد الميلاد دي أصلًا، اللي أنا كنت متعوّد عليها أشوفها بmakeup وحد جميل، اللي هو أنا اتعوّدت على الشكل ده. مش عارف أنا لمّا شُفتها كده اتقفلت منها جامد ومش عايز أكمّل معاها، وفي نفس الوقت خايف إن أنا أظلمها، فمش عارف أتصرّف إزاي، اللي هو طَب ليه الmakeup غيّرِك كده؟ يعني أنا لمّا شُفتِك بطبيعتِك إن أنتِ عادية، ما أعرفش إن الmakeup هو الأساس إن خلّى شكلِك يتغيّر تمامًا كده. فالصراحة أنا مش عارف أعمل إيه، أكمّل معاها والّا ما أكمّلش والّا حاسس إن أنا هاظلم نفسي وممكن أظلمها معاها، فاللي هو ما كنتش متخيّل إن أنا لمّا هافاجئها بالهدية دي في عيد ميلادها، ألاقيها إن شكلها متغيّر خالص من غير makeup. فأنا بعتّ لحضرتك عشان حضرتك تقول لي المفروض أتصرّف إزاي، أكمّل معاها والّا ما أكمّلش معاها؟ فما لقيتش غير لينك الصراحة ده إن أنا أبعته لحضرتك، حضرتك تقول لي أعمل إيه والناس اللي عندك تفيدني. خلّيني أفكّرك في البداية، لو حضرتك بتتفرّج عليّا من الفيسبوك ومتابعني ما تنساش تقول رأيك في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك وشير. أمّا لو حضرتك بتتفرّج عليّا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعّل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. خلّينا في البداية نصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا شايف من وجهة نظري يعني الأفضل ليك وليها إن أنت تسيبها من البداية عشان خاطر ما يبقاش في بعد كده مشاكل ويبقى أنت ريّحت الطرفين. ولكن أنا عارف إن ممكن الكلام اللي أنا هاقوله ده ممكن ما يعجبش ناس كتير. الرؤية الشرعية اللي هي الصح في الإسلام إن أنت لمّا تيجي تشوف الإنسانة قبل ما تخطبها عشان ما تخشش بيوت الناس وتظلم حد، إن أنت بتشوفها على طبيعتها، اللي هي البنت ما ينفعش إن هي تحط makeup ولا تحط أي حاجة، تبقى على طبيعتها خالص في البيت وعلى أساسها إن أنت بتقرر إن أنت هتاخد الإنسانة دي، هل أنت رضيت بيها كده والّا لأ؟ ده الموضوع بيرجع ليك، ولكن ده الصح. ولكن أنا شايف من وجهة نظري إن ده حقيقة، وطبعًا البنات يا ريت تتقبّل منّي دوّة، إن فعلًا الmakeup بقى بيغِش إن هو ممكن واحدة تكون عادية بسبب الmakeup تبقى مَلِكة جمال. ولكن طبعًا أنا بانصح البنات إن حُطّي makeup زي ما أنتِ عايزة، ولكن يبقى حاجة يعني كده تبقى بسيطة جدًا، مش لازم تغيّر ملامحِك تمامًا، عشان خاطر الإنسان يعني ما فيش حد ربنا خلقه وِحِش، يعني كل البنات جميلة، الجمال مش لازم يكون في الشكل بس، هو أدوّر للشكل بس، وده موضوع يرجع له، وأنا عارف إن ممكن الناس تعارضني في حاجة زي دي، ولكن هو ما دوّرش على النسب ولا دوّر على التربية ولا دوّر على البنت أخلاقها إيه، ولكن هو شايف وجهة نظره إن الجمال ده أو الشكل ده بيبقى حاجة أساسية. ولكن أنا باقول وجهة نظري وأكيد طبعًا الناس هتقول رأيها في الموضوع دوّة، ولكن طبعًا أنا بانوّه وباقول للبنات أتمنى منكم إن بلاش الmakeup الأوفر اللي هو بيغيّر شكلِك 360 درجة، مش هو ده الشكل الطبيعي بتاعِك، ولكن كل ما كان الإنسان بسيط كانت الحاجة أفضل وأحسن، وده رأيي.